ثم نتابع في السؤال اللي بعده، سؤال 5. عرف الطاقة الحركية. بعد ما تعرفنا على الطاقة الكاملة بدنا ناخذ الطاقة الحركية، وهي طبعا من اسمها حركية، وهي الطاقة الناتجة عن حركة الأجسام. كل جسم متحرك يمتلك طاقة حركية، حركة الأجسام. تمام؟ فكل جسم متحرك يمتلك طاقة حركية. السؤال السادس، اكتب قانون الطاقة الحركية وما هي دلالات الرموز. طبعا هذا سؤال جاي كتير بالدورات. اي كي تساوي نصف ام بي في تربيع، حيث اي كي هي الطاقة الحركية، ولازم اكتب وحدة القياس وتقدر طبعا بالجملة الدولية بالجول، أي طاقة بالجول حتما. ام كتلة الجسم وتقدر بالكيلوغرام، وفي سرعة حركة الجسم وتقدر طبعا متر على ثانية، متر على الثانية، أو نكتبها متر، رفعوا الثاني للبسط بصير متر ثاني ناقص 1، إنه إذا رفعنا شيء من المقام إلى البسط نغير إشارة القوة. السؤال 7 ربما يأتي بنفس الشيء. اكتب قانون الطاقة الحركية وما هي العوامل المؤثرة بها، غير دلالات الرموز. بكتب اي كي تساوي نصف ام بفي تربيع يا حضرات. العوامل هي يعني بايش تتعلق عندكم اي شيء هون بالبسط. تمام؟ الكتلة بنقول تتناسب طردا مع كتلة الجسم. ام 2 تتناسب طردا مع ايش؟ مع العامل الثاني، مع مربع، انتبهوا مو مع السرعة، مربع سرعة الجسم. تطبيق، لنأخذ تطبيق. ليكن لدينا جسم، طبعا بالكتاب في تطبيقات كتير، والأوراق اللي بعثت لكم إياها كمان في تطبيقات. ليكن لدينا جسم كتلته وليكن 1 كيلوغرام، يسير بسرعة قدرها في تساوي 20 متر ثاني ناقص 1. احسب طاقته الحركية. طبعا اي كي نطبق القانون، اي كي ما في غيره نصف ام بي في تربيع، ونعوض الارقام. نصف ضرب 1 ضرب 20 مربع. مربع 20 400 تقسيم 2 بتطلع 200 جول، اي طاقة بالجول. وربما تطبيق تاني يجي بالعكس. كيف يعني؟ ليكن لدينا جسم سرعته وليكن في تساوي 10 متر ثاني ناقص 1. طاقته الحركية قدرها وليكن إذا قلنا اي كي تساوي إلى 500 جول. احسب كتلته. طبعا ام منين ناخذ القانون؟ اي كي تساوي نصف ام بي في تربيع. بنعوض الآن. عندي هي 500 تساوي نص ضرب ام، أنا اللي بدي أحسبها، ضرب السرعة 10 مربع. طبعا 10 مربع هي 500، نضرب ب2 مشان نتخلص من النص، ظل معنا 100 مربع 10 100 ام. تمام؟ هي 2 ضرب 500 بيطلع 1000 تساوي 10 ام. بنقسم دائما على أمثال الام، بصير ام تساوي 1000 على 100، إذا تساوي 10 كيلو جرام. 10 كيلو جرام. يمكن كمان نحسب في تربيع، يعني إذا أخذنا هي 2 اي كي على ام بنفس القانون. تمام؟ بنفس القانون. طيب. عندي أخيرا السؤال رقم 7، هي ما هي الطاقة الكلية أو الميكانيكية؟ وهي مجموع، شو درسنا احنا؟ الطاقة الكامنة، الثقالية،
شو درسنا كمان؟ والطاقة الحركية. خلص. لذلك E تساوي EB زائد EK. دائما الطاقة الكلية تساوي مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكاملة. تمام؟ لذلك في عندنا قانون تاني بالمسائل بنقدر نحسب فيه EK، هي الطاقة الكلية ناقص الطاقة الكاملة، كمان يمكن حسابها بالشكل. آخر شيء بالنسبة لهذا الموضوع، ما هو قانون مصونية الطاقة؟ طبعا بنحفظ بس النص: إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، إنما تتحول من شكل إلى آخر. طيب شو بستفيد من هذا القانون يا حضرات؟ متى حسبت الكلية أو الميكانيكية بالمسألة ظل ثابت، ما بتعود تتغير. يعني طلعت معنا 10 جول من أول المسألة إلى آخر المسألة 10، بالارتفاع الفوق بنص المسافة بتحت خلص إيكي طلعناها 10، ما عادت تتغير نهائيا، ما عادت تتغير نهائيا. واضح؟